هذا هو الجنرال محمد أوفقير، تزاد في 1920 في قرية عين الشعير نواحي مدينة بودنيب جنوب شرق المغرب. با أحمد بن قدور دارتو فرنسا باشا على بودنيب، وكان نموذج القيادات المحلية اللي اعتمد عليها الاستعمار باش يسيطر على المغرب. أوفقير دخل الابتدائي وهو عنده 16 عام، وكمل الإعدادي في مدينة أزرو، ومن بعدها مشى للمدرسة العسكرية دمكناس. وفاش تخرج دخل الجيش الفرنسي وحارب معهم في الحرب العالمية الثانية في الطاليان وفي الحرب ديال لاندوشين. من بعد الاستقلال، وبما أنه أحسن مثال لواحد خائن ولد خائن، تعين مرافق لمحمد الخامس، وفي 1960 تعين مدير عام للأمن الوطني. ومن بعدها داروا الحسن الثاني وزير الداخلية ووزير الدفاع وقائد عام للقوات المسلحة الملكية. كان تينفذ تعليمات بالحرف، وبالتالي دار مجازر كبيرة ضد الريافة وتحل الاستقلاليين والاتحاديين والمقاومة وجيش التحرير، واختطف وعذب وقتل المعارضين كما دار المهدي بن بركة. في 1972 دار محاولة انقلاب ضد الحسن الثاني وما نجحاتش،